شوية طبل ورقص بشكل غريب ممكن يحضروا شياطين. ما اعتقدش انك ممكن تقتنع بحاجة زي دي، صح؟ طب ايه رأيك بقى لو قلتلك اني عشت اسبوع كامل مع واحد صاحبي وشفت ده بعيني؟ شفت بعيني اغرب مناظر لطقوس السحر وحضور الشيطان بنفسه. عزيزي النباش، مسا في البداية كده يا عم، أحلى كل سنة وأنت طيب عليك يا صديقي، ورمضان كريم عليك. في الوقت اللي أنت بتسمعني وبنتكلم فيه مع بعض دلوقتي، القناة اللي أنت فيها دلوقتي بقالها أكتر من 3 سنين ونص شغالة، ولحد من وقت قريب ما كانش في حد يعرفني غير أهلي وكام واحد من صحابي وكام واحد تاني كان يخش يشجعني وكمل والكلام ده. ولكن في الوقت اللي انت بتسمع فيه الفيديو ده انا عندي 23,000 اخ واخت، وده فضل ونعمة كبيرة اوي من ربنا. العيلة اللي الحمد لله بتكبر كل يوم عن اليوم اللي قبله، واللي ان شاء الله هتيجي في يوم من الايام وهنوصل للحلم اللي احنا محددينه سوا. فاكرينه كويس؟ بالظبط كده، 100,000 مشترك. فانا حقيقي ومن كل قلبي كنت عايز اشكرك على دعمك المتواصل ليا، سواء كان بكومنت او بلايك او شير، او حتى يا سيدي لو بتسمعني وبس فوق دماغي برضه منورني. فمعلش انا عارف ان انا طولت ورخمت عليك حبتين، بس انا كنت حابب اعيد عليك واقول لك في نفس الوقت اني فرحان جدا بوجودك معايا. دي اول حلقه في سلسله رمضان، واللي بامر الله هتعجبك. النهارده انا مش طالع احكي لكم عن مصيبه تخصني انا، لا، دي مصيبة حصلت مع واحد فيكم عاشها بكل أحداثها. فقبل ما نبدأ حلقة النهاردة أنا طالب منك 3 حاجات. أول حاجة، تنزل تحت هتلاقي لينك الجروب بتاعنا، خش وانضم علشان في حاجات مهمة أوي هنزلها الفترة اللي جاية. تاني حاجة بقى، هتلاقي لينك الانستجرام بتاعي تحت في الديسكريبشن وفي أول تعليق مثبت، خش كده ارزعني الفولو الجميل بتاعك، ولو عندك قصة ارميها لي برايفت. التالتة بقى انتوا عارفينها كويس أوي، اللايك بتاعك، كوباية الشاي، الهاند فري. من فترة مش بعيدة قام شاب خلفاوي على مكالمة من صاحبه يوسف لطفي، وملخص المكالمة دي بتقول ايه؟ ان في مصلحة. اخوك في الفترة دي كان متدحرج خالص، يا دوب علبة سجاير وسندوتشين فول، وكان بياخدهم على الحساب كمان. المهم عمنا يوسف قال لي ان في مصلحة حلوة وفيها قرشين جاي. قلت له يا سلام، ده انا بقلبي معاه. قال لي خلاص قابلنا بكرة عند عم حليم علشان نتكلم وافهمك الموضوع هيمشي ازاي، علشان نلحق نجهز برضه لان الموضوع فيه سفر. او بالمناسبة عم حليم ده كان بواب العمارة عند يوسف صاحبي ده. ما فهمتش بصراحة ليه هنتقابل عند عم حليم بالذات، بس قلت اهو يمكن تمويه ولا حاجة. انا عارف يوسف كويس يا جدعان، ده عقر، واكيد هنتقابل عند الراجل ده لغرض معين انا لسه معرفوش. المهم يا سيدي رحنا، واتفاجئ ان المصلحة دي جاية من طرف عم حليم، ولحد هنا مفيش اي مشكلة. ولما رحنا وقعدنا معاه قال لنا لو هنقول بسم الله كده يا جماعة، مفيش بني ادم لازم يعرف باللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي. انا بصيت وقتها ليوسف باستغراب وقلت له هو في ايه يا عم يوسف؟ هي المصلحة دي عبارة عن ايه بالظبط؟ ورجعت قلت ليوسف بص يا ابن الحلال، لو المصلحة دي فيها اي حاجة شمال اعتبر انك ما كلمتنيش خالص، لان انت عارف كويس ان ماليش في الحوارات دي. عم حليم قال لي حيلك يا عم، في ايه؟ ده انا لسه قايم من على سجادة الصلاة دلوقتي، هو في ايه يا خلفاوي؟ ورجع وقال لي بص يا خلفاوي، المصلحة دي فيها خير كبير قوي لنا احنا التلاتة. القصة كلها يا سيدي ان في حد من سكان العمارة من هنا، الباشمهندس عمر يوسف، كلمني وقال انه جاي له طلبيه كبيره للطبول والضفوف عايزينها هناك في افريقيا، بتاع 15,000 قطعه من الطبول والضفوف هيوصلوا هناك لقبيله اسمها ساسات. تكلفه الطلبيه دي هتعدي ال500,000 جنيه، وكل واحد مننا هيطلع له 40 باكو بمجرد تسليم الطلبيه. انا استغربت شويه بصراحه وقلت له ايوه، واحنا مهمتنا ايه برضه؟ رد وقال لنا انتوا كل اللي هتعملوه هتستلموا الطلبيه كعدد وتسلموها هناك وتاخدوا نسبتها. رديت انا وقلت له طب مع احترامي ليك يا عم حليم، انت ليه ما تعملش المصلحة دي لوحدك وتاخد انت ال120,000؟ اهو انت اولى بيهم برضه. قال لي ما يخصكش خالص يا خلفاوي اللي انا بعمله، دي مصلحة وفيها رزق ليكم، عاوزينها كان بها، مش عاوزينها في غيركم يتمنوا، وب1000 جنيه بس مش ب40. يوسف فز وقال له لا يا عم حليم، مش عاوزين ايه بس؟ فيها خلفاوي متصلى على النبي كده يا صاحبي. رجع وقال له ايه المطلوب يا عم حليم بس امورنا. عم حليم رد وقال له انا ما عنديش علم باي حاجه، انت هتاخدوا رقم الباشمهندس وتكلموه وهو هيفهمكم التفاصيل كامله. يوسف اخد الرقم والطمع ملا عينه، وما كانش يعرف اللي مستنينا هناك. ولو يرجع بينا الزمن تاني انا ارضى ب100 جنيه في ال24 ساعه، ولا اني اعيش ساعه واحده في الجحيم اللي انا عشته معاه هناك. واللي حصل بعدها اني اخدت الرقم من يوسف وكلمته بنفسي. السلام عليكم يا هندسة. عليكم السلام. مين؟
معاه خلفاوي هندسة تبع عم حليم. اهلا بيك يا خلفاوي، جاهزين امتى ان شاء الله؟ احنا جاهزين من النهارده يا هندسة لو حابب، بس انا معلش انا عندي سؤال كفضول يعني مش اكتر. اتفضل يا خلفاوي. هي الطلبية الكبيرة دي لايه بالظبط؟ اصل انا مش مقتنع انها تبول بصراحة، والموضوع حاسس ان هو في حاجة غلط يعني. بص يا خلفاوي، انا ما بحبش الاسئله اللي من النوع ده واللي ملهاش لازمه بصراحه. كل ما عليك انك هتوصل الحاجه وترجع تاخد فلوسك وشكرا. تمام يا باشمهندس، بس مفيش بس. الفيزا بتاعتكم يومين بالكتير قوي وهتعدوا عليها وتاخدوها وتجهزوا نفسكم. خلاص ماشي يا هندسة، توكلنا على الله. قفلت معاه وببص ليوسف وقتها وانا قلبي مش مطمن خالص. قلت له ولا يا يوسف، انا حاسس ان الحوار ده اكبر مننا، ما تيجي نفكنا وخلاص بدل ما يحصل حاجه ونرجع ونقول يا ريت اللي جرى مكان. يوسف رد عليا وقال لي بص يا خلفاوي، انا مش شايف ان في اي حاجه تخوف او حرام في الموضوع ده. دي طلبيه احنا هنوصلها وهناخد فلوس بشغل سنتين في مصنع او شركه هنا، ده خبطه العمر يا صاحبي وانا مش مستعد اخسرها. ولو الحوار مش ظابط معاك انا ممكن اكلم اي حد تاني من صحابي، وانت عارف ان الف مين يتمنى فرصه زي دي. بس انا بقول برضو اللي اولى في الموضوع هو انت. بصراحه كده الطمع ملا قلب انا كمان، وقلت لنفسي هو يومين هنروح نقضيهم هناك وهرجع بمبلغ كويس اعرف اعمل بيه مشروع، ابني حياتي، اعمل اي حاجه يعني. جهزنا طعمين للسفر، وبعدها ب3 ايام تقريبا لقينا الباشمهندس بيرن علينا وبيقول لنا عدوا خدوا الفيز وجهزوا علشان النهارده هتسافروا على المينا تروحوا تراجعوا الطلبيه. جهزنا فعلا وطلعنا وتاكدنا ان الطلبيه تمام وسليمه، وطلعنا تاني يوم سفر، والمفروض ان اليوم ده كان يوم التسليم. ما كنتش اعرف ابدا انهم لازم يستلموا بالقطعه ولازم نستنى في حدود اسبوع عشان يراجعوا الطلبيه كامله ويتاكدوا ان الطلبيه سليمه وما فيهاش اي مرتجع. ما علينا، دي مش قصتنا خالص. المكان نفسه يا جدعان اللي احنا وصلنا له غريب فوق تخيل اي بني ادم، يعني لا انا ولا انت ممكن يجي في بالنا ان لسه في ناس عايشه في غابات وخيم صيف وشتاء. الناس نفسها شكلها غريب ومريب بشكل مش طبيعي. ما علينا، برضه وصلنا لهناك وقابلنا المترجم اللي المفروض للطرفين واللي هيكون معانا وملازمنا لحد ما نخلص ونتوكل على الله. بصراحه كده يا جدعان من اول ما وصلنا والمكان ده ريحه تقيل على قلبي، يعني في اماكن كده بمجرد ما تدخلها تحس انك مرتاح نفسيا زي بيتك مثلا، على عكس لما تدخل المقابر بالليل، وده كان نفس احساسي بالظبط وقتها. وصلنا الساعه 8 بالليل، والوقت ده بالنسبه للقبيله اللي رايحين لها ده وقت مقدس جدا انهم بيمارسوا فيه طقس معين، وده على حسب كلام المترجم اللي كان معانا. فاليوم ده يا صديقي اول ما وصلنا انا ويوسف نمنا من التعب ومحدش فينا حس باي حاجه. قمنا يا صديقي تاني يوم على صوت ناس بتزعق حوالينا، واول ما فتحنا عينينا انا ويوسف كان على شخص لابس تاج من الخيش على دماغه وجسمه شبه انه عريان خالص، شخص كده في حدود ال50 أو 60 سنة، وحوالي 3-4 كده ما شاء الله طول بعرضه. ولكن اللي لاحظته انهم لابسين اجزاء من هياكل حيوانات، واللي انا فهمته من المترجم بعد كلام كتير هم قالوه انهم بيصبحوا علينا مش اكتر. تخيل معايا كده انك تقوم في يوم من الايام من النوم على منظر زي ده. قمنا من الخيمه اللي كنا فيها ورحنا لل15 كونتينر عشان نبدا بتسليم الحاجه، ونتفاجئ انهم بيعدوا بالقطعه لا وكمان بيكشفوا عليها. انا فعلا كنت عامل حسابي على يومين مش اكتر، وده على حسب اتفاقي مع اهلي في البيت. وقتها قعدت واتكلمت مع يوسف وقلت له لا ده كده فعلا قدامهم شهر لو بالوضع ده. وفي حاجه غريبه جت في دماغي لما كنت بتكلم مع يوسف، ما اعرفش اذا كنتوا لاحظتوها ولا لا، بس ازاي قبيله اشخاص عليها تعدوا ال100 او 150 بني ادم ياخدوا طلبيه بالحجم ده؟ بيعملوا بيها ايه يعني؟ وده نفس السؤال بالظبط اللي سالته للمترجم، واللي رده كان صدمه حرفيا. رد عليا وقال لي بيستخدموهم في طقوس وعادات خاصه بيهم وبدياناتهم، واهم حاجه بيعملوها بيها هو ممارسه سحر الفودو. انا اعرف السحر كويس لانه مذكور عامه في الاديان السماويه، ولكن كنت اول مره اسمع عن سحر بالاسم ده. فبالظبط كده سالته عن السحر ده وبيستخدموه في ايه. بدا يشرح لي ان السحر ده ليه استخدامات كتير، زي نقل المرض من شخص لشخص، اذيه بني ادم بشكل مباشر، يعني شخص يقدر يأذي شخص على طول من غير اي وسايط في الموضوع كشيخ مثلا او اشتتا اشتوت والحوارات اللي عندنا في مصر دي. قبيله تقدر تأذي قبيله بشكل مباشر زي ما القبائل اللي هنا بتعمل بالظبط. القبائل هنا على اعتقاد تام انهم ممكن يحولوا بني ادم لزومبي حقيقي عن طريق سحر الفودو ده. انت متخيل الجبروت؟ انا سمعت الكلام ده من هنا وقلت ليوسف لا يا ابن عم احنا ما كناش متفقين على حاجه زي دي من البدايه، وانا مش هشترك في المصلحه دي خلاص مش عاوزها. رد المترجم كان هو انت فاكر يا خلفاوي ان دخول الحمام زي خروجه؟ اللي انا حكيتهولك ده حماده، واللي احنا كنا جايين علشانه حماده تاني خالص. يعني اللي ظهر دلوقتي قدامي وقدامك ايه بالظبط كده؟ جايين نسلم طلبيه وناخد بعضنا ونروح.
مش جايين نسلم ارواحنا، انا عايزك تصحصح معايا كده وتركز في اللي جاي. يوسف وقتها جرى عليا وقال لي هو فيها خلفاوي، ما تهدى كده يا عم، وخدنا على جنب وقال لي بقول لك ايه، انا مش جايبك هنا عشان تطير مننا المصلحه، مش قدها من الاول ما كنتش جيت، خلي اليومين دول يعدوا على خير يا خلفاوي ونخلص. قلت له ماشي يا عم يوسف، بس افتكر الجمله دي كويس، ان قلبي مش مطمن، وسبته ورحت على العمال بتوع القبيله اللي بيفرزوا ويعدوا في الطلبيه، وفضلنا شغالين كالعاده لحد الساعه 7:30. ومره واحده وانا بتابع معاهم وبنسلم اعداد انا ويوسف، وفي وسط الاجواء الهاديه كمان اللي احنا كنا فيها بالليل، ونلاقي لك مره واحده يا صديقي دبه وقعت قلوبنا واحنا واقفين. وفي نفس الدقيقه لقينا العمال بينزلوا وبيلبسوا القطع اللي معموله من جلد الحيوانات ده وبيجروا، ولسه هناخد بعضنا ونجري انا ويوسف، ونلاقي لك المترجم واقف ورانا وبيقول لنا ما تخافوش ده ميعاد تجمعهم، ويا ريت يعني محدش يشغل دماغه ويروح وراهم علشان اللي هيروح مش هيرجع. وقفت تايه شويه، اللي هو احنا في 2022 ولسه في كده. المهم يا سيدي اخدنا المترجم ورجعنا للخيام بتاعتنا تاني علشان ننام. ودايما يا جدعان بيبقى فيها حاجه كده لله لما ما ببقاش مرتاح للحاجه اللي بتتعمل دي. قمت كالعاده يا سيدي بولع السيجاره بتاعتي في الاجواء الصحراويه اللي حرفيا لو قتلت فيها قتيل محدش هيقولك انت بتعمل ايه. وهالساعه 1:30 بالتحديد وانا قاعد مندمج مع السيجاره بتاعتي وبسمع اغاني من الموبايل، واسمع لك صوت دقة بول وهيصة وزيطة صوتها عالي جدا، ده لدرجة ان يوسف نفسه صحي وجه قعد جنبي وقال لي الطقوس برضه. انا بستغرب وقلت له هي شكلها كده. الموضوع يا جدعان كان غريب فعلا، الصوت اللي احنا كنا سامعينه كان عمال بيعلى وصوت الطبول بتعلى معاه، اللي احنا كنا سامعينه ده ما كانش طبيعي خالص. الفضول اخدني سيكا بصراحة، فرحت باصص ليوسف وقلت له ما يلا بينا. يوسف بصلي وضحك وقال لي انت مجنون يا اسطى؟ قلت له يا اسطى الفضول هيموتني، تعالى بص بصه كده من بعيد وهنرجع تاني. قال لي طب هو انت ناسي كلام المترجم اللي نايم جوه ده؟ قلت له طب هقول لك على حاجه، انا هدخل اصحيه هو كمان عشان نروح سوا. وقمت فعلا من مكاني ودخلت خيمته واتفاجئ انه مش موجود. رجعت ليوسف وقلت له ده مش موجود اصلا يا يوسف جوه. قال لي يا عم هتلاقيه راح هنا ولا هنا، ده ما بيقعدش في مكان اصلا. بصيت ليوسف وقتها وقلت له طب ايه جاي ولا مش جاي؟ لقيته قام من مكانه وجمد قلبه كده شويه وراح قايل لي بهزار يلا بينا يا عم هي موته والله. شغلنا كشافات الموبايل وفضلنا ماشيين لاكتر من 12 دقيقه ماشيين على الصوت وبس. كل اللي سامعينه في الوقت ده صوت دق الطبول واصواتهم اللي بتعلى بشكل رهيب ومره واحده تسكت. ولما وصلنا لهناك شفنا منظر قدامنا ولا في الخيال، اعداد كبيره فوق اللي احنا شفناها لما كنا بننزل الطلبيه ماسكين طبول وعمالين بيرقصوا بشكل هستيري، وشخص كان واقف في النص، والراجل الكبير اللي قابلنا اول يوم كان قاعد قدامه. قربنا شويه كمان وبدات ملامح كل حاجه تظهر قدامنا. والغريب في الموضوع لما بصينا لبعض انا ويوسف اول ما عينينا وقعت على الراجل اللي في النص واللي طلع المترجم بنفسه، ونظرات استغراب بينا بتزيد وزادت اكتر اول ما سمعنا في وسط حوارهم ده ان اسامينا انا ويوسف بتتنطق وتتردد من الناس اللي كانت واقفه وعاملين دايره حواليهم. معرفش جات لي الفكره منين، بس انا كنت وقتها رابط نت تجوال ان اقدر افتح نت يعني من اي مكان حتى لو شبكه كانت معدومه. مسكت الموبايل وبدات اعمل سيرش عن ايه هو سحر الفودو وايه هي طقوسهم وعاداتهم، واتصدمت بان اللي بيعملوه حاليا ده استحضار لشيطان يأذينا في مقابل مصالح خاصه بالقبيله دي. والصدمه الاكبر من دي لما سمعنا المكالمه اللي بين المترجم وعم حليم البواب واتفاقه علينا بتسليمنا ليهم، والنص مليون اللي كنا فاكرين انهم تمن الطلبيه طلعوا تمن ارواحنا احنا. اللي انت سمعته دلوقتي ده مش خيال علمي يا معلم، اللي انت سمعته ده لسه لحد النهارده بيحصل في دول كتيره جدا في شمال وجنوب افريقيا. سحر الفودو مش بس تقدر تأذي بيه بني ادم، ده انت كمان تقدر تنهي حياته بيه. اخويا وحبيبي اللي هيعمل شير دلوقتي بمناسبه رمضان وهيفرحني يا اسطى خد بوسه والله. دي يا جدعان حلقه من ضمن السلسله كامله انا عاملها لرمضان، فلو تمام بالنسبه لكم يا ريت تعرفوني في الكومنتات كده هنكمل فيها ولا لا. لو مش هنكمل فيها هنزل ان شاء الله بالجزء الثاني من جلسه طرد الارواح. التاخير اللي انا فيه حاليا وان الحلقه دي نازله 15 دقيقه او 16 دقيقه مش عارف هتبقى بعد المونتاج قد ايه يعني، والله العظيم ده لحاجه كبيره جدا انا بعملها عن نختم بيها شهر رمضان. حاجه بجد والله العظيم تقيله جدا 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 يعني هتتبسطوا منها. فان كان تقصير معاكم في الوقت في مواعيد التنزيل في اي حاجه اعذروني بس لحد ما الدنيا تتظبط، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من برنامج النباش. شوفوا الشوق على خير.